يا صباح السعادة والجمال يا رب، اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة من اللي فات، وشير ولايك للسعادة. بس في الأيام دي طبعا احنا دلوقتي بعد الأسعار العظيمة اللي بقينا فيها لازم تبقى عارف سعر كل حاجة قبل ما تشتريها في السوبر ماركت. وحياة الإكس لارج بتاعت زمان دي ما بقتش تنفع، يعني ما ينفعش تروح على الكاشير وتتفاجئ بحاجات سعرها غالي وترجعها. طبعا كل الهايبر ماركتس والمحلات دلوقتي بقت حاطه سكانر علشان تعرف سعر الحاجه قبل ما تشتريها، بس ساعات السكانرز دي بتبقى معلقه مش في كل مكان، مش محطوطه كويس. هقول لكم على ابلكيشن حلو قوي هيساعدكم في الموضوع ده. في ابلكيشن كارفور عمله، ده بخصوص الشراء اونلاين لو عايز تشتري حاجه من كارفور. وفي خدمه اتحطت في الابلكيشن ده اسمها سكان اند جو، الناس ما تعرفهاش، مش كل الناس تعرفها. ان انت ممكن وانت بتشتري الحاجه تسكنها وتروح على الكاشير هو يسكان، ومش محتاج تعدي الحاجه على السير. الميزه بقى ان احنا ممكن نستخدم خدمه سكان اند جو. لو مش عايز تشتري بطريقه سكان اند جو دي، ممكن تستخدمها لمجرد انك تستعلم على سعر الحاجه قبل ما تشتريها علشان تبقى مطمن، وده هيساعدك توفر كتير جدا وانت بتشتري الحاجة. ففي الفيديو ده هقول لكم ازاي تستخدموا خدمة سكان اند جو تعرف بيها سعر الحاجة قبل ما تشتريها، ومش محتاج تدور بقى على السكانرز اللي في كارفور. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده الابليكيشن بتاع ماي كارفور، الابليكيشن اللي كارفور عامله للشراء اونلاين او للسكان اند جو. هاجي على الباركود اللي هو ابحث عن منتج اللي فوق ده، هروح دايس على علامة الباركود اللي فوق دي، او دوست عليها طلع لي المنظر ده. فبيقول لك تأكد من وجود الباركود داخل العلامة. انا هجيب حاجة وهعمل سكان للباركود بتاعها زي ما انتم شايفين اهو. عملنا سكان، طلع اسم المنتج وجنبه السعر. لو عملت اضف الى العربة هيضيفه للعربية وتحاسب عليها وانت خارج. اما لو عايز مجرد بس تستعلم عن سعر المنتج، فسعر المنتج طلع تحت اهو بكل سهولة. زي ما شفتوا دلوقتي انت وانت في كارفور تطلع تنزل الابليكيشن، تعمل موضوع السكانر اللي فوق ده. عايز تشتري بسكان جو هتشتري، مش عايز تشتري انت كده استعلمت عن سعر المنتج، تعرف توفر تشتري اللي انت محتاجه بالسعر اللي انت عارفه. وقبل ما تروح للكاشير هتبقى عارف سعر الحاجة. صباح السعادة.